فرائض الصمتين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم، تأليف شيخ الإسلام المحدث الكبير إبراهيم المؤيد فلان الحمويني محمد الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن، المتوفى 730 من الهجرة، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت لبنان. الجزء الثاني الطبعة، الإخوة اللي يريدون يراجعون الطبعة الأولى سنة 1400 من الهجرة. الجزء الثاني صفحة 325 من الكتاب. بودي أيضا يخرج على الشاشة حديث الصحابي العظيم حذيفة بن اليمان. نعم. تعلمون بأنه ما مقام حذيفة بن اليمان حول الإمام المهدي. هذه عبارات فرائض الصمتين، دا أقرأها، مو دا أقرأ كتاب شيعي، وإنما دا أقرأ منه، دا أقرأ كتاب الجويني الخراساني في فرائض الصمتين. نعم. يقول حديث الصحابي حول الإمام ينقلوها من فرائض الصمتين وقندوزي حنفي، ترى هذه كلها لو مجعولة لو كل قيمة ما إلها عزيز، يكون في علمكم. لأنه فرائض الصمتين مولانا صاحب روضات الجنات يقول شيعي مولانا ولكن احنا مولانا هين نروح منا ومنا قال في فرائض الصمتين، متهم بالتشيع الرجل، وكتاب روضات الجنات راجعوها. قندوزي حنفي مولانا مرارا ذكرنا، هذا انتم مباشرة تسمع حنفي تصور من مذهب الحنفية، لا هذا منتسب الى منطقة معينة اسمها كذا. هسه انا ما ادري شيعي سني ما ادري واقعا، ثم متاخر في القرن الكذا شنو قيمة ينقلوها من فرائض الصمتين وقندوزي حنفي، ترى هذه كلها لو مجعولة لو كل قيمة ما إلها عزيز، يكون في علمكم. لأنه فرائض الصمتين مولانا صاحب روضات الجنات يقول شيعي مولانا ولكن احنا مولانا هين نروح منا ومنا قال في فرائض الصمتين، متهم بالتشيع الرجل، وكتاب روضات الجنات راجعوها. قندوزي حنفي مولانا مرارا ذكرنا، هذا انتم مباشرة تسمع حنفي تصور من مذهب الحنفية، لا هذا منتسب الى منطقة معينة اسمها كذا. هسه انا ما ادري شيعي سني ما ادري واقعا، ثم متاخر في القرن الكذا شنو قيمة روايات. ينقلوها من فرائض الصمتين وقندوزي حنفي، ترى هذه كلها لو مجعولة لو كل قيمة ما إلها عزيز، يكون في علمكم. لأنه فرائض الصمتين مولانا صاحب روضات الجنات يقول شيعي مولانا ولكن احنا مولانا هين نروح منا ومنا قال في فرائض الصمتين، متهم بالتشيع الرجل، وكتاب روضات الجنات راجعوها. قندوزي حنفي مولانا مرارا ذكرنا، هذا انتم مباشرة تسمع حنفي تصور من مذهب الحنفية، لا هذا منتسب الى منطقة معينة اسمها كذا. هسه انا ما ادري شيعي سني ما ادري واقعا، ثم متاخر في القرن الكذا شنو قيمة روايات.